هي كل حاجه في الحياه محتاجه مخاطره، بس خلي بالك من نقطه، لازم أنا اكون بخاطر وانا عارف ممكن ايه اللي يقع، او انا ممكن اتقبل نتيجه ايه، واحط فرضيه ان عادي ممكن افشل، مش كل حاجه هسعى عليها اوصل لها. النسبه دايما ان انا لما بكون عايز حاجه، لا انا بكون مستعد ان انا اعمل عنها او مقابل بتاعها اي شيء، تمام جدا. بس في نقط في الطريق انا ممكن افشل، هعمل ايه بقى مع الفشل؟ الفكره دي انا مجهز لها اصلا ولا لا؟ لان انا ممكن اقع. في ناس اصلا وهي بتحط خطتها في حياتها يقول لك انا لا يمكن اقع، لا يمكن افشل، انا هعملها بواحد اتنين تلاته. منين يا حبيبي؟ منين الطريقه اللي انت مقتنع بيها مليون في الميه دي؟ هي في حاجه بتمشي في الحياه كده؟ بص، خدها قاعده، وانت ماشي هتقع وهتتكعبل، في حاجات مش هتوفق فيها، بس ده معناه انك هتقف؟ لا. طيب اشمعنى انت بتقول اصلا انك كده كده هتقع؟ بطبيعه الحياه في حاجات كده احنا ما نعرفهاش، وفي حاجات مش هنعرفها غير لما نجربها بايدينا، وفي حاجات احنا بنكتشفها لما نسمعها من الناس وناخد منهم التجربه اكنها كنز في طريق، من غير ما اخد كل المراحل اللي هو خدها.